مرحبا بكم في شيبي يمني فود. أنا اسمي كاثرين أبو هدال، واليوم أصلح طريقة عمل فطيرة البيكان. والمكونات التي تحتاج العجينة: ربع ملعقة ملح، من 3 إلى 4 ملعقة كبير ماء بارد، 1.3 كوب دقيق أبيض، ونص كوب زبدة باردة. تحتاج كوب سكر بني، إذا لا يوجد بني ممكن تستخدم أبيض عادي، كوبين جوز البيكان، 3 بيض، نص ملعقة صغيرة ملح، ملعقة من نكهة الفانيليا، نص كوب زبدة، وكمان كوب إلى ربع من شراب الذرة، وهذا شكل هكذا، ممكن تكون أبيض أو بني. ضيف الدقيق والملح والزبدة في صحن واحد، ثم نخلط الزبدة بين دقيق بالخلاط اليدوي الذي خاص بالفطيرة، وإذا هذا الجهاز لا توجد ممكن تستخدم شوكة حتى ترجع على شكل حبوب محبب. ثم تضيف الماء وتخلطه وتكوره باليد حتى تكون متماسكة كرة. ثم ممكن يجلس بعض الدقائق في الثلاجة عندما تجهز الطاولة، وثم تأتي بورقة مشمع فوق الطاولة وفوقه دقيق شوية والعجينة، تفرده أولا باليد وثم بالمفردة العجين. وتكبره حتى تكون أكبر من فم الصحن ب2 أو 3 سنتيمتر. ثم تقلب الصحن والورق والعجينة والكل فوقه، ثم تزيل الورقة من العجينة، وإذا في أي مكان تلاصق ممكن تستخدم السكين من أجل تبعده. ثم إذا في إضافة في العجينة في أي مكان تقصه بالمقص وتضيفه للمكان الذي تحتاج أكثر. ابرم العجينة في نفسها من تحت، ثم بإصبعك تشكل فم العجينة بالشكل الذي تريد. نضيف الورقة المشمع وفوقها أي شيء يوزن مثل المكرونة أو مثل الفاصوليا الجافة، ثم تطبخ العجينة في الفرن 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حوالي، وتبعد منها بعد ذلك المكرونة. لكي تعمل الخلطة ضيف الزبدة وسكر البني وشراب الذرة والملح في صحن صغير فوق نار متوسط حتى وتفور حوالي لمدة دقيقة، ثم تغلق النار. ثم في صحن صغير تخلط البيض مع الفانيليا، ثم تضيف البيض مع الخلطة، وفي نفس الوقت أنت بتحركه بالشوكة. ثم تضيف البيكان في الفطيرة، وفوق ذلك تضيف الخلطة، وتطبخه في فرن 175 مئوية لمدة 40 دقيقة. وبعدما خرج من الفرن ضروري تجلس داخل الثلاجة لمدة 2 ساعات حوالي. إذا تتمنى أكثر فيديوهات ممكن تزور القناة شيبي يمني فود، وكذلك تزورني في الفيسبوك أو الإنستغرام. شكرا.